الحكاية بتبتدي والجو مشدود في مطار في قلب اسكتلندا. الجيش كان محاصر المكان كله والتوتر كان عالي جدا، وكل ده كان بسبب ان هم مستنيين الطيارة المخطوفة تنزل المطار. إلين اللي هو كان الضابط الطبيب كان ماسك اللاسلكي وعمال يدي تعليمات للي بيسوق الطيارة علشان ينقذ الموقف، وده لأن الطيار الأساسي مات والرحلة بقت في خطر. الطيارة كانت عمالة تترجرج وكانت عمالة تيجي يمين وشمال، بس في الآخر الطيارة هبطت بسلام. أول ما الطيارة نزلت إليس الصغير نزل منها وهو كان حاضن الدبدوب بتاعه بكل براءة. العساكر جريوا عليه وخدوه على العيادة علشان يطمنوا على صحته، وفجأة القناصة لمحوا حاجة بتتحرك في كابينة الطيار ورفعوا السلاح عليه وهددوه إن هما هيموتوه، بس الراجل زعق فيهم وقال لهم إن هو راكب وملوش دعوة بأي حاجة، وهو اللي أنقذ الموقف ونزل بالطيارة. إلين أخد مترجمة وراحوا لإليس علشان يفكوا اللغز اللي حصل في الطيارة، بس إليس سرح بخياله وافتكر نادية مامته وهي كانت لابسة باروكة وواقفة مع الدكتور اللي هيعمل لها العملية، والعملية دي كانت صعبة جدا وده السبب اللي هم مسافرين عشانه، والدكتور كان بيحلف لها ان العملية هتمشي كويس ومش هيبقى فيه اي مشاكل او مضاعفات. وفي وسط الكلام ده نادية طمنت ابنها انها معاه في المطار وهيركبوا سوا خلاص. نادية لبست طرح على راسها وراحت لإليس المطار بسرعة، واول ما وصلت دخلت الحمام علشان تاخد الدواء بتاعها، وبنشوفها وهي بتاخد حقنة وبتشرب سائل غريب عامل زي ما يكون دم بني ادم. في الوقت ده ابنها كان مستنيها بره واتعرف على دكتور اسمه فريد وقعد يدردش معاه وساله فين مامته، فبيقول له ان مامته بتاخد الدواء في الحمام وانهم مسافرين علشان تعمل عمليه زرع نخاع شوكي. ناديه خرجت من الحمام وخدت ابنها وطلعوا الطياره، واول ما الطياره طلعت ناديه بدات تحس باعراض التعب تاني، فدخلت الحمام تاني علشان تاخد الدواء وخبته في شنطتها، ولما رجعت مكانها تاني طلعت ألبوم صور وقعدت تبص في صورها هي وأليس وجوزها، وفجأة جالها فلاش باك وافتكرت يوم ما كانوا مسافرين بالعربية والعربية عطلت بيهم في نص الطريق وجوزها نزل يشوف فيه ايه. نادية فاقت من ذكرياتها على صوت خناقة في الطيارة بين مضيف وواحد من الركاب، وفي راكب تاني حب يتدخل علشان يفض الخناقة، بس المضيف سحبه لأوضة تانية وطلع سكينة وخلص عليه في ثانية. هنا نادية والركاب اكتشفوا ان الراجل ده مش مضيف طيران اصلا، ده فرد في عصابة إرهابية مخططين ان هم يخطفوا الطيارة ويفجروها، وبيبقوا مستعدين يصفوا اي حد يفكر يقف في طريقهم. وفي اللحظة دي اتأكدت ان الليلة مش هتعدي على خير وشكت ان في مصيبة بتحصل، وفعلا مساعد الطيار طلع واحد من الإرهابيين ودخل قتل الطيار الحقيقي في أوضة القيادة بكل برود. وواحد تاني من العصابة اسمه إيريك بدأ يكلم الركاب ويقول لهم ان الطياره اتخطفت خلاص، ووعدهم ان محدش هيتاذي طول ما هم بيسمعوا الكلام. العصابه قطعت كل وسائل الاتصال ببرج المراقبه علشان يغيروا مسار الطياره ويرجعوا للندن من غير ما الرادار يصطادهم. اليس الصغير كان معاه كتيب عن الطياره وقدر يعرف منه مكان سري يستخبى فيه، واستغل الهيصه وزعيق الناس وجري عشان يستخبى هناك. وناديه شافت ابنها بيجري فقامت بسرعه عشان تحصله، بس بول شافها ورفع عليها مسدس وقال لها ارجعي مكانك، بس هي قعدت تتحايل عليه وتقول له ان هي خايفه على ابنها وعايزه ترجعه، بس الراجل بتاع العصابه ما فرقش معاه كل الكلام ده وضرب عليها نار ووقعها غرقانه في دمها. وكل ده بيحصل قدام أليس ابنها واللي قاعد يصرخ ويبكي بحرقه لانه حاسس ان هو كان السبب في اللي حصل لمامته. بس واحد من العصابه اسمه كارل جري ورجعه مكانه بالعافيه وسابوا مامته مرميه لوحدها. بول قعد يفتش في شنطه ناديه وشاف الدواء الغريب بتاعها بس ما اهتمش ورماه عليها وهو فاكر ان هي خلاص ماتت. وفي اللحظه دي بطلتنا جالها فلاش باك تاني ليوم الغابه لما جوزها اتاخر وهو بيدور على مساعده، وهي قررت تنزل من العربيه وتدور عليه، والدنيا كانت ضلمه وقعدت تدور عليه وسط الشجر، ووقتها شافت اثار رجلين على الارض وسط الغابه وفضلت ماشيه وراها لحد ما وصلت لبيت مهجور، وقررت تدخل تدور على جوزها جوه. وهي نازله السلم لمحت بقعه دم قديمه وشكلها غريب، وفجاه طلع لها كائن غريب وهجم عليها. في الاول جريت واستخبت منه في اوضه، بس الكائن ده ما سابهاش وفضل يحاول يكسر الشباك علشان يوصل لها، وفي الاخر قدر يعضها في ايديها عضه قويه جدا. واول ما الشمس طلعت الكائن ده اتفحم تماما ومات قدام عينيها بسبب نور الشمس. ناديه فاقت من الذكريات دي ولقت نفسها لسه مرميه في الطياره وبدات تزحف بصعوبه لحد ما وصلت لمخزن الشحن ودخلت استخبت فيه وقعدت تدور حواليها لغايه ما لقت قفص فيه كلب من حيوانات الركاب، فمسكت الكلب وبدات تشرب من دمه بشراهه غريبه. وواحد من الارهابيين دخل المخزن في الوقت ده فهجمت عليه بقوه مرعبه ورميته في الارض كانه هوا، وبنشوف ان جروحها بتخف وبتقفل لوحدها بسرعه مش طبيعيه وانيابها بدات تظهر بشكل مرعب. وهنا بنعرف ان ناديه اتحولت لمصاص دماء واللي عندها ده ما كانش مجرد تعب وخلاص. بعدها بتهجم على واحد من الارهابيين وبتفضل تمص في دمه لحد لما بيتصفى، وبعدين خدت بالها ان الارهابيين فوق وبداوا ينشروا غاز سام في الطياره علشان يخنقوا الركاب.
وهم بيبقوا لابسين ماسكات وبيجهزوا الباراشوتات بتاعتهم علشان يهربوا. والارهابيين نزلوا المخزن علشان يدوروا على صاحبهم، بس لقوه مقتول وشافوا الكلب والدم مغطي بقه، فجاء على بالهم ان الكلب هو اللي خلص على صاحبهم، فقاموا مخلصين على الكلب وضربوه بالنار. ونادية لما اتاكدت ان العصابه كلها محبوسه في المخزن تحت قررت تستغل الفرصه وقامت جاريه زي الصاروخ على صاله الركاب علشان تخطف أليس وتطمن عليه، فخدته من ايده وطلعت بيه على اوضه القياده علشان تخبيه هناك وتطمن ان هو في امان. بس الصدمه الكبيره انها لقت الطيار ميت والطياره متظبطه على نظام الطيران الآلي والمفروض ترجع للندن، وهناك الارهابيين هيفجروا الطياره. نادية نزلت بسرعه للركاب وقعدت تسال بصوت عالي لو حد فيهم بيفهم في السواقه ويقدر ينقذهم، بس الناس كانت مرعوبه من الارهابيين ومحدش نطق كلمه واحده. الدكتور فريد وقف وسطهم وشجعهم وقال لهم ان السكوت ده معناه الموت، لان الطياره لو وصلت لندن هتنفجر بيهم كلهم، وده هدف العصابه من الاول. فاخيرا واحد قلبه جمد وقام مع نادية وراحوا لاوضه الكابتن علشان يحاولوا يسيطروا على الطياره. في الوقت ده الارهابيين كانوا بيجهزوا نفسهم علشان يهربوا، بس بول شاف الحقنه بتاعت نادية وحس ان في حاجه غلط في الموضوع، فقعد يدور ويبص لحد ما لقى اثر دم وعرف ان نادية لسه فيها الروح. العصابه كلها طلعت تجري عشان تدور عليها وعرفوا انها حابسه نفسها في اوضه الكابتن، وقعدوا يكسروا في الباب ويهددوها بانهم هيقتلوها هي وابنها لو ما فتحتش الباب دلوقتي. والعصابه اتعصبوا اكتر وبداوا يهددوها ان هم هيصفوا الركاب واحد ورا التاني لو ما فتحتش، وفعلا نفذوا تهديدهم وقتلوا واحد قدام عينيها، وكل ده عشان يثبتوا لها ان هم مش بيهزروا. نادية كانت هتتجنن ومش عارفه تعمل ايه، بس لما شافت واحد منهم جرر بنت صغيره من شعرها وناوي يقتلها ما قدرتش تمسك نفسها وطلعت زي الوحش ونطت عليه وعضته في رقبته وفضلت تمص في دمه. بقى العصابه اترعبوا من المنظر وهربوا، وحتى البنت اللي انقذتها وابنها خافوا منها وده زعلها جدا. بول كان بيراقب اللي بيحصل من بعيد وفهم اللعبه وعرف ان اللي بتعضه بتحاول زيها، فراح لمكان نادية وفتش في حاجتها ولقى مذكراتها وقعد يقرا فيها. وبعدين نزل لاصحابه المخزن وقال لهم ان الست دي مصاصه دماء وان الشمس هي نقطه ضعفها الوحيده، واتفقوا كلهم ان هم لازم يخلصوا عليها. في الوقت ده نادية كانت مستخبيه في الحمام وبتاخد مهدئات علشان تحاول ترجع لشكلها الطبيعي، وجالها فلاش باك افتكرت فيه اللي حصل لها في البيت المهجور، ووقتها كانت فاقده السيطره على نفسها، واول ما بتشم ريحه الدم بتتحول، وكانت مرعوبه على ابنها وهو صغير لحسن تاذيه او تعمل له اي حاجه، وبتحاول تبرد انيابها عشان ما تبقاش خطر عليه. هي كانت عايزه تفهم ايه اللي جرالها بالظبط، فرجعت للبيت اللي راحت له زمان وقابلت راجل عجوز. الراجل ده صدمها وقال لها انها قتلت ابنه وانها بقت مصاصه دماء خلاص في اليوم اللي ابنه عضها فيه. نادية فاقت وهي في حمام الطياره وابنها كان واقف قدام باب الحمام وعمال يخبط عليها جامد علشان يحذرها من العصابه علشان عاوزين يخلصوا عليها، فبتفتح الباب وهي دايخه ومش قادره تقف على رجليها بسبب مفعول الادويه اللي بلعتها. وأليس حاول يجرها لحد اوضه الكابتن علشان يحميها، بس جسمه الصغير ما خدموش وما قدرش يحركها، بس هي بتفوق عشان خاطر ابنها وبتطلب من أليس ان هو يروح يستخبى، وبتروح تهجم على بول بكل قوتها رغم انها لسه مش في وعيها. بس بول كان عامل حسابه وطلع كشاف بيطلع اشعه قويه جدا وضربها في وشها ووقعت على الارض من الالم، وبيستغل الفرصه وبيسحب عينه من دمها، وبعد ما بيخلص بيحاول يغرس حته خشبه في قلبها علشان يقتلها ويخلص منها. وابنها لما شاف المنظر ده مسك المسدس ورفعه ناحيته، فبول فضل يقرب منه بخبث علشان ياخد منه السلاح، وفي لحظه شد ما بينهم في رصاصه خرجت من المسدس بالغلط ناحيه شباك الطياره فاتكسر، وطبعا الضغط جوه الطياره اختل تماما والاكسجين قل جدا، والركاب بداوا يلبسوا ماسكات التنفس علشان ما يتخنقوش. نادية جريت على ابنها ولبسته الماسك علشان ما يتخنقش، بس هي ما لبستش ماسك لانها اصلا مش محتاجه تتنفس علشان هي مصاصه دماء خلاص. بعدها قامت وخدت المسدس وضربت نار على بول، والرصاصه جت في كتفه وقدر يهرب في اخر ثانيه. وبسبب نقص الاكسجين الشخص اللي كان بيحاول يسوق الطياره في اوضه الكابتن مات لانه ما عرفش يوصل للماسك. بس نادية لحقت الموقف وباستيان مساعد الطيار دخل الكابينه وقدر ينزل بمستوى ارتفاع الطياره علشان الاكسجين يرجع لمعدله الطبيعي والناس تعرف تتنفس تاني. نادية ما سابتش حقها وفضلت ورا بول لحد ما حصرته وهو بيبقى مستخبي جوه عربيه مصفحه جوه مخزن الطياره، ففضلت تضرب نار على العربيه المصفحه، بس الرصاص ما اثرش في الازاز المحصن، فراحت جايبه حديده وتنتها وكسرت بيها الازاز. بول لما لقى نفسه محشور طلع السرنجه اللي فيها دم نادية وخدها، وفي ثانيه ملامحه اتغيرت وبدا يتحول هو كمان لمصاص دماء. بس نادية ما سمتش عليه وقامت جابت ازاز الكحول ودلقتها فوق دماغه وولعت النار فيه، وهي بتتفرج عليه وهو بيولع افتكرت الراجل العجوز اللي كان عايز يحرقها زمان في البيت المهجور. والراجل ده قبل ما يموت قال لها ان الفيروس اللي في دمها ده كارثه ولو انتشر هيخلص على البشريه، بس هي بتقتله وبتجمع كل الادويه اللي كانت في ثلاجته وبتحرق البيت كله. ونادية فاقت من ذكرياتها ولقت نظام الاطفاء بتاع الحريق في الطياره اشتغل وطلع غاز طفى النار اللي كانت في العربيه. بول كان لسه فيه الروح وما ماتش، وفي الوقت ده بقى العصابه نزلوا المخزن علشان يفهموا الحريقه دي حصلت ازاي، وديانا استغلت ان هم مشغولين واختفت من المكان ورجعت لصاله الركاب تاني علشان تطمن على ابنها
منها وتكمل خطتها. الركاب اول ما شافوا نادية داخله عليهم اترعبوا وبداوا يهربوا منها في كل حته. وبنرجع تاني للعصابه اللي بيقرروا ان هم ينقذوا نفسهم ويسيبوا الطياره تولع باللي فيها بعد ما برمجوا الطياره انها تنفجر في لندن. وهم بيجهزوا بباراشوتات علشان ينطوا شافوا باب العربيه المصفحه بيتفتح وبول بيخرج منها وشكل وشه يقرف. وواحد من العصابه قرر يقرب منه علشان يسمع بيقول ايه. وفي لحظه غدر بول هجم عليه وبدا يمص في دمه زي المفجوع. وفي وسط الهيصه دي كان في راكب هيتجنن وبيدور على مراته اللي اختفت. فالدكتور فريد وواحد كمان قرروا يساعدوه وخدوا معاهم مسدس علشان لو حد من العصابه طلع لهم. وبنرجع لأليس واللي بيحاول يدور على اي طريقه يوصل بيها لمامته. وفي وسط ما هو بيفكر يوصل لها ازاي بيلمح الكشاف اللي بيطلع اشعه بتحرق مصاصين الدماء فبياخده وبيخبيه في جيبه بسرعه. وهنا فريد بيشوفه وبيحاول يقنعه ان هو يفضل جنبه وما يتحركش عشان الجو خطر. فريد والركاب وهم بيدوروا في الطياره بيلاقوا مرات الراجل بس بيلاقوها ميته. فالركاب اول ما بيشوفوا ناديه واقفه جنب جثه مراته بيفتكروا ان هي اللي خلصت عليها فبيضرب نار عليها بغل. وناديه بتحاول تهرب منه باي طريقه وتتفادى الرصاص بس هو فضل يطاردها لحد ما فقدت اعصابها وهجمت عليه وخلصت عليه في ثانيه. وبعدها لفت لفريد وكانت لسه هتهجم عليه وتقتله بس أليس بيظهر في اللحظه دي وبيقعد يزعق ويترجاها انها تهدى وتفتكر ان هو ابنها. وفجاه بتسمع صوت بول وبتعرف ان هو قدر يحول كل الرجاله اللي معاه لمصاصين دماء فبتجري بسرعه عشان تقفل باب المخزن عليهم. وفريد بيجري وراه علشان يساعدها في قفل الباب بس بول كان اسرع منه وقدر يعضه في ايده قبل ما الباب يتقفل عليهم فبتقطع ايده من غير ما تفكر علشان السم ما يمشيش في جسمه ويتحول هو كمان. وبتدخل لاوضه الكابتن عند مساعد الطيار وبتأمره يغير الاتجاه لنيويورك بس بيقول لها ان بنزين الطياره مش هيكفي وانهم لازم ينزلوا في اقرب مطار يقابلهم. بعدها الدنيا هديت شويه والطياره استقرت والعصابه المتحولين كانوا محبوسين تحت لحد ما ظهر راكب بطنه مفتوحه ومن كتر الوجع والخوف انه هيموت بتجيله فكره مجنونه وهي انه يفتح باب المخزن لبول علشان يعضوا ويحولوا لمصاص دماء زيهم وبكده مش هيموت. واول ما بيفتح الباب بول بيخرج زي الثعران وبيعض الراجل وبعدها بينتشر في الطياره وبيبدا يعض في كل الركاب واحد ورا التاني. فريد وناديه وأليس وباسيان كانوا محبوسين في اوضه الكابتن وبيتفرجوا في الكاميرات على الرعب اللي بيحصل بره وشافوا الركاب كلهم وهم بيتحولوا وبقى في جيش مصاصين دماء بره. ناديه عرفت ان هم لو نزلوا الطياره كده العالم كله هيتدمر والعدوى هتنتشر فقررت تنزل هي وفريد وأليس لأوضه تحت الكابينه وجات لها فكره انتحاريه وهي انها تفجر الطياره باللي فيها اول ما يلمسوا ارض المطار علشان تنهي الكابوس ده خالص والعدوى ما تنتشرش في الكوكب. وهتعمل ده عن طريق قنبله كانت مع الارهابيين. طبعا الخطه كانت محتاجه ريموت كنترول علشان يفجر القنبله والريموت ده كان مع ارهابي اسمه كورتيز وهو بيبقى موجود تحت في المخزن وعلشان يوصلوا له كان لازم حد يعدي من ممر ضيق جدا. وأليس قعد يتحايل على مامته انه يروح علشان جسمه صغير وهيعرف يعدي بس هي رفضت تماما وقفلت الكلام ده. بس هو ما استسلمش وراح مطلع الكشاف اللي مخبيه في جيبه وضرب الاشعه في عينيها علشان يعميها ثانيتين وجري بسرعه ودخل الممر وفعلا قدر يوصل للمخزن وكان بيضرب اي حد يقابله بالكشاف. ومامته كانت هتموت من الرعب وهي مراقباه في الكاميرات ومش عارفه تعمل ايه. الولد وصل لكورتيز واخد منه الريموت بس وهو راجع الكشاف وقع منه ولقى نفسه متحاصر بجيش مصاصين دماء فاستخبى تحت عربيه مصفحه وهو عمال يترعش. ناديه لما شافت ابنها في الخطر ده سالت باسيان هو فريد يقدر ينزل بالطياره لوحده فقال لها ان الطياره ماشيه طيران آلي وفريد محتاج بس يتواصل مع برج المراقبه علشان يوجهوه. فبصت لفريد وقالت له خد بالك من أليس ولفت لباسيان وعضته في رقبته وشربت من دمه لغايه ما خلصت عليه وده علشان تحول كامل وتبقى قوتها في اقصى مراحلها. بعدها جريت على المخزن وهناك لقت بول ماسك أليس وعايز يقتله فهجمت عليه وبداوا يضربوا في بعض ضرب موت. وفي وسط الضرب الولد لمح قنبله جنب باب الطياره وقعد يجري بول انه يقرب منه لغايه ما سحبه ناحيه القنبله واما فجرها انفجار القنبله طير باب الطياره. وناديه استغلت الفرصه وضربت بول ووقعته بره بس هو فضل ماسك في الطياره وكان عايز يدخل تاني بس أليس قعد يزق فيه بكل قوته بس مفيش فايده. وفريد لمح في الكاميرا ان الشمس بدات تطلع فراح لافف بالطياره بزاويه معينه علشان يخلي نور الشمس يضرب في وش بول ويتحرق وفعلا اتفحم ووقع في الجو. ناديه كان مغمى عليها وروحها بتطلع خلاص فابنها جرح صباعه وحط دمه في بقها علشان تشرب منه وتفوق واول ما بتفوق بتلاقي نفسها مش قادره تسيطر على غريزتها وعايزه تمص دم ابنها. الولد وقف مصدوم من المنظر اللي قدامه وقعد يعيط وهو شايف امه بتتحول لوحش وبعدها نزل من الطياره زي ما شفنا في اول الفيلم. وكل اللي احنا حكيناه لغايه دلوقتي هو نفس الحكايه اللي حكاها للمترجمه بس الصدمه ان المترجمه ما صدقتوش خالص وقالت له ان فريد ده ارهابي والجيش محاصره علشان يمنعه يهرب بالطياره. فالولد بدا يصرخ بهستيريا فادوله حقنه مهدئه علشان يسكت. الضابط إيلين اتصل بفريد وقال له يسيب الرهاين اللي معاه ويستسلم فرد عليه وقال له مفيش رهاين اصلا وان الناس اللي جوه دول كلهم اتحولوا ولو خرجوا بره هتبقى دي نهايه العالم. وبعدها قرر يضحي بنفسه وراح لاوضه الوقود علشان يولع في الطياره باللي فيها بس الجنود كانوا اسرع منه واقتحموا المكان ومسكوه وخرجوه بره بالعافيه. في الوقت ده أليس كان في عربيه الاسعاف وقدر يهرب من الممرضين واخد الدبدوب بتاعه في حضنه وجري زي المجنون ناحيه الطياره.
الجنود كانوا عمالين يضربوا نار على المتحولين اللي بيحاولوا يخرجوا، وأليس وصل وشاف منظر يقطع القلب. شاف امه وهي بتاكل في جندي، واول ما شافته ما بقتش قادره تسيطر على نفسها وهجمت عليه علشان تقتله. فأليس في اللحظه دي طلع الريموت اللي كان مخبيه جوه الدبدوب، وبقلب ميت داس على الزرار وفجر الطياره كلها باللي فيها علشان ينهي الكابوس ده ويحمي العالم. فريد قدر يهرب من العساكر وقعد يدور على أليس لحد ما لقاه واخده في حضنه وهم بيعيطوا. ودي بتبقى نهايه فيلمنا. فيا ريت الفيلم لو عجبكم لايك كومنت شير وسبسكرايب. سلام.